الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني، ورجعت معاكم بفيديو جديد. والنهارده هنعمل مع بعض سمنه فلاحي من لية الخروف. طريقتها سهله وبسيطه وحلوه جدا. كملي بقى الفيديو معايا للاخر عشان تشوفي انا عملتها ازاي. عملت من القشيم سمنه وعملت من اللية ذات نفسها سمنه. كملي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل واعملي لايك للفيديو وابعتي الفيديو لحبايبك علشان الناس تشوف الطريقه السهله بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها. يلا كملوا الفيديو عشان تشوفوا انا عملت السمنه الحلوه دي ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انا رحت جبت الليه بتاعتي من عند الجزار واخليته قطعه لي. لو ما قطعلكيش انتي تقطعيها في البيت حتت كده، ولو تقدري تفرميها او فرميها. شوفي بقى انتي ايه اللي يريحك، يا تقطعيها قطع كده يا تفرميها. تمام. انا جبتها طبعا وكنت حطاها في الفريزر، ودلوقتي بقى طلعتها وقلت بقى ايه هعملها السمنه. حطيتها بقى في الحله بتاعتي، هنزل بيها كلها في الحله ومش هحط عليها اي حاجة خالص. هدي النار عليها، هخلي النار يعني تبقى اكتر من الشمعة شوية، يعني الشمعة كده لا هنزودها شوية عن الشمعة. وهنغطيها وهنسيبها بتاع نص ساعة كده. هنقلب فيها يعني مرتين تلاتة كده وبعدين نسيبها بقى ايه، ونغطيها بالغطا بتاع الحلة ونسيبها لحد ما تنزل الدهن بتاعها. ولا هنحط ملح ولا هنحط حاجة خالص. انا جربتها بطريقة تانية قبل كده، اخدت وقت اطول، بس انا قلت الطريقة دي احسن من الطريقة التانية. انا عملتها كذا مرة فقلت بقى المرة دي اعملها معاكم. اهو انا كده حطيتها وبقلبت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبعدين رحت مغطياها وسبتها نص ساعة. بعد النص ساعة بقيت كده اهوت تمام. لسه طبعا ما استوتش. ده لما القشيم ده بقى يستوى خالص، اللي هو بيطلع بقى بيتنزل الزبدة بتاعته دي، ده اسمه بقى قشيم. الحتت اللي بتفضل لما تحمر بقى كده وتتسوى يبقى كده هي تمام كده استوت. تمام. هغطيها واسيبها تاني على النار بقى لحد ما ده يحمر ويبقى لونه كده ايه عطي اللون الاول درجات اللون الذهبي كده. تمام. هنحطها بقى على النار ونرجع نشوف مع بعض لما تستوى. اهي بقى كده بصوا استوت معايا كده خلاص. انا كده هطفي عليها كده، القشيم كده استوى تمام كده. هطفي عليها بقى وايه وهسيبها تستهدى وبعدين نرجع نشتغل فيها. بقى انا ماشيه كده واحده واحده عشان لو حد منكم حب ان هو يعملها تبقى ايه الخطوات واضحه وتبقى واحده واحده. خلاص انا سبتها كده استهدت لان هي فضلت تغلي كده مع نفسها. بعد ما طفيت النار سبتها استهدت. هاخد بقى القشيم ده هحطه بقى في حاجه تانية واصفي كده، اشيل ايه بالمصفى، وبعدين هصفي بقى المصفى كده ضيقة علشان ايه اخد السمنة بس لوحدها من غير اي حاجة خالص، من غير اي رواسب. اهي خدتها برضو صفيتها بالمصفى الصغيرة دي وخليتها السمنة كده صافي. هرجعها تاني في الحلة وهحط عليها كوباية ونص لبن على حسب الكمية بقى اللي انتي اللي قدامك. انا الكمية دي حطيت عليها كوباية ونص لبن. اللبن بتاعك يكون مغلي من بدري وبارد، ويكون لبن حلو يعمل وش، ما يكونش لبن مغشوش. تمام. اهو ده القشيم ده هنشتغل فيه برضو وهنطلع منه سمنة زي ما قلتلكوا في الاول خالص. رجعتها بقى اهو تاني الحلة وهحط عليها بقى كوباية ونص لبن، وهحط بقى ايه معلقة ملح، معلقة ملح صغيرة خالص. تمام. وهسيبها بقى على النار وسط تفضل بقى تغلي مع نفسها، وانا واقفة متابعاها ما هسيبهاش واروح اقعد عشان هي بتخلص يعني بعد كده بقى بتخلص بسرعة. هنحط بقى كده معلقة الملح وهنخلي النار وسط وهنسيبها بقى كده ايه مع نفسها. بس كده هنعمل بقى القشيم بتاعنا. نقلبها الاول كده تقلبتين كده اللي هندوب الملح ونسيبها بقى على النار ونتابعها. نبدأ بقى نشتغل في القشيم بتاعنا. هاخد بقى نصه في المفرمة وهحط عليه نص كوباية لبن. تمام. لو المفرمة بتاعتك اكبر ممكن تحطي الكمية كلها. انا عشان المفرمة بتاعتي مش كبيرة قوي فحطيت نصه وحطيت عليه نص كوباية لبن وهضربه لحد ما يتطحن خالص ويبقى ناعم. وبعدين هنكمل بقى بقية القشيم بتاعنا ونروح نحطه بقى في حلة على النار وتحطي عليه معلقة ملح صغيرة برضو. اهو بس بقى مع اللبن ناعم بقى كده خالص اهو وبقى حلو. هاخده بقى كده على النار واديله معلقة ملح واسيبه على نار هادية برضو. انا بقى غلطت هنا حطيته في حاجة صغيرة، هو كان عايز حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. بس انتي بقى لما تيجي تعمليه بحطيه في حاجة كبيرة.
هسيبه بقى على النار لحد اما الوش ده يظهر لي من فوقيه كده سمنة. الزبدة بتاعتي اهي بقى على النار، هعلم عليها اللبن. تمام، اهي بدأت بقى تجمع. بدأ بقى اللبن اللي انا حطيته بقى يجمع ويعمل بقى ايه، هيعمل مرتة. كل ما يبدأ ان هو اللبن يجمع قلبي كده علشان خاطر ايه ما يتحرقش ويبقى محروق تحت. هسيبها برضو على النار كده وانا برضو ايه واقفة بعمل ايه العجين بتاعها. انتي ما ينفعش تخشي تسيبيها وتقعدي ابدا، يعني لازم تبقي واقفة وتعمليها وانتي واقفة كده. كل شوية من وقت للتاني تقلبي فيها. بصوا بقى بدأت اهي تجمع كأن اللبن قطع فيها كده بقى اهي. بصوا بقى ده خلاص بقى كده اللبن جمع كده. هتبدأ بقى ان هي بقى ايه تعمل السمنة بتاعتها. والله عملتها كانت ريحتها انا مكنتش متوقعة ان المرة دي تطلع معايا بالطريقة دي. انا عملتها مرتين قبل كده بس المرة دي فعلا كانت حلوة قوي. ان المرتين اللي فاتوا انا مكنتش حطيت اللبن، ان المرة دي حطيت بقى اللبن اختلف خالص معاها المرة دي. قبل كده عملتها كانت حلوة برضو قوي بس ما كانتش باللبن، بس كانت الريحة بتاعتها كانت باينة وقوية. المرة دي لما حطيت اللبن غير الريحة بتاعتها خالص. اهي بقى دي كمان بدأت تغلي وبدأت تطلع السمنة بتاعتها. هطفي بقى عليها برضو واسيبها لما تستهدى وبعدين بقى ايه نبقى نصفيها. اهي فصلت بقى كده خالص. خلاص اللبن فصل عنها وبقت اهي. بصوا بقت السمنة اهي باينة اهي وصافية كده. خلاص كده تمام. اهي بوريكم كده بقى السمنة عشان تشوفوها. بصوا بقى عاملة ازاي وريحتها حلوة جدا جدا. تعملي بيها بقى بمعلقة صغيرة كده زي معلقة الشاي، تحطيها بقى مع الأكل اللي انتي بتعمليه. لو هتحطي بقى سمنة تانية ولا حاجة معلقة تانية برضو قصادها حلوة قوي. وفي ناس بتحب تستخدمها هي كده بس، والتاني القشيم اهو خلاص تمام كده. هطفي بقى هنا وهطفي هنا. السمنة بتاعتنا خلاص اهي صفيناها. اهي البرطمان اللي هي المصفر دوت دي اللي كانت السمنة الصافية اللي طالعة وحطينا عليها اللبن عملت كيلو. وده القشيم طلع برضو اهو ولسه هصفيه عامل سمنة برضو حلوة جدا وريحتها حلوة. وانا بجد يعني الريحة مش قوية زي ريحة الضاني خالص. وده دي المرطة اللي طالعة منها. انا ما باكلهاش بس بعملها للي عندي، بحطها عليها نص كوباية لبن او كوباية لبن واضربها في الخلاط بتعمل مرطة كريمي بتبقى حلوة قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. حلوة جدا وهتساعد مع السمنة الفلاحي في رمضان مع الزبدة الفلاحي اللي انتي بتجيبيها. معلقة بس من معلقة الشاي معاها مع اي نوع سمنة انتي بتعملي بيه هتدي الاكل طعم حلو. وده كمان الخروف اللي هو البري الصحراوي حلو قوي وتبقى لحمته مسكرة والليه بتاعته مسكرة وريحته مش نفاذة زي الفلاحي. فانت لو عايزة تجيبي هاتي البري ما تجيبيش الفلاحي. هو الفلاحي كويس بس ريحته قوية جدا. البري لا بتبقى ريحته قليلة شوية ولحمته مسكرة كده وحلوة والليه كمان بتاعته بتبقى مسكرة. صفيت كمان القشيم وطلع السمنة كده اللي لونها ابيض دي. السمنة دي بقى بعد ما بردت بقت مرملة كده وحلوة وجميلة. وده القشيم اهو طلع برضو مش هرميه يستخدموه برضو في الشوي. يعني كل حاجة بتستخدميها منها. جربوها واعملوها حلوة جدا وسهلة وبسيطة ودهن طبيعي مفهوش اي حاجة مهدرجة. جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد سهل وبسيط مع يوميات ست بسيطة. اللي وصل لحد هنا يحط اللايك وما ينساش بقى يشترك في القناة. السلام عليكم.